مش اي هولندي يبقى مدرب، وقرع عن قرع تفرق، وانا المتصدر دلوقتي ومحدش يعرف يتكلم معايا. هنتكلم في كل ده وهنقول كل التفاصيل، بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. اتكلمت وقلت ان السيتي هيقع ومش هياخد الدوري السنه دي، وانا عند توقعي ومكمل. اصل هي مش عندي، رودري هي القطعه الوحيده اللي عند جوارديولا اللي لما بتبقاش موجوده بيخسر كل حاجه في الملعب. مانشستر سيتي من غير رودري شبه مش موجود في الملعب دفاعيا ونص نص هجوميا، بيتراح عليه من كل الاتجاهات، من اجناب ومن العمق، من اول دقيقه لاخر دقيقه بيتهاجم وبورنموث بيكسبه. ودي تحيه مني لبورنموث اللي بيكسب لي ارسنال وبيكسب لي السيتي، الله يبارك لكم والله. فريق محترم وملعب جميل، انا ابتديت احبه. ارتيتا وارسنال بقى موضوعهم مختلف شويه. ارتيتا قلنا الاصابات فرقت معاه وعملت معاه الغلط لان هو اتاثر بيها جامد، واكتر لعيب كان بيفرق معاه اوديجارد، كان فارق معاه في نص الملعب وكان هو اللي بيحرك له الفريق. كميه الاصابات دي رجعت، لكن ارسنال اداؤه من اول الموسم مش عاجبنا كلنا، كان بيلعب على الضربات الثابته. يا ارتيتا قلت لك من غير مهاجم محترم مش هتقدر تنافس. انت دلوقتي فارق عن اول الدوري ليفربول 7 بونت، هتقدر ترجع، ومحتاج ان ليفربول يقع ماتشين 3 على الاقل. انت محتاج ترجع اداء فريقك لسنتين 3 فاتوا. الاداء بتاع السنه دي انت بتحافظ قوي ومتحفز قوي ان انت تجيب جون وترجع. انا مش عارف هو كولر بهت عليك ولا ايه. اما بقى متصدر الدوري واول الدوري واللي هيجيب سيره اي مدرب هولندي غير ارني سلوت هيزعل مننا. ارني سلوت الشوط الاول ما كناش شايفين اي حاجه، ليفربول ما جاش الملعب والله العظيم 3. قاعد بتفرج يا عم، ده السيتي خسران وارسنال خسران والصداره بتنادينا، لكن انت تنزل الشوط الاول ولاقيك خسران 1-0 ولا وكمان وبرايتون عامل علينا اداء ولا اروع وبيعملوا كل حاجه في الملعب. وعجبني قوي ارني سلوت في الشوط الثاني، شخصيه مختلفه خالص للفريق، وهو مركز ان انا لازم ارجع علشان الصداره مستنياني. وفعلا الفريق بيمسك كوره وبيهاجم وبيقدر يجيب جون في الثاني، ومحمد صلاح فخر العرب وفخر مصر وفخر العالم كله بيسجل ار2. احنا اعتدنا عليها، طالما ضم لجوه هتلاقيها في السوكه. اتصدرنا وبقينا اول الدوري. عشان اي حد يشكك في ليفربول انه فريق كبير، انسى حبيبي، احنا اول الدوري، واللي زعلان نقول له ازعل واخبط دماغك في الحيط. بالنسبه لتوتنهام عمل حاجات حلوه جدا الاسبوع ده، كان بيلاعب السيتي في الكاس وخرجه وبالسلامه يا سيتي، ولاعيبه السيتي كانت بتضحك جدا وهي خسرانه في الكاس ومبسوطه ان هي بتطلع وهم خسروا في الدوري. توتنهام بيكمل وبيلاعب استون فيلا وبيقدر ان هو يكسب 4-1، اداء ونتيجه ممتازين. وقلت لك ان سولانكي هيفرق جدا مع توتنهام، وفعلا سولانكي مهاجم يقدر ان هو يحافظ لك على النتيجه ويقدر ان هو يجيب لك اجوان من فرص قليله. والله العظيم 3 المهاجم اللي بيعرف يخلص هو ميزه دلوقتي في اي فريق، وتوتنهام الاسبوع ده ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا وقدر ان هو يكسب فريق رخم في ارض الملعب. استون فيلا مع اوناي ايمري فريق رخم وفريق تقيل في الملعب، وبيقدر ان هو يرخم عليك في ماتشات كبيره. عمل كده مع السيتي وعمل كده مع ارسنال، ففريق يوناي ايمري فريق يتخاف منه. لكن توتنهام كان فظيع جدا في هجماته، وكان بيقدر ان هو يسجل من الاجناب ومن العرضيات ممتازه جدا لسولانكي. وانا شايف من الاداء ده ان توتنهام بيبتدي واحده واحده يرجع لادائه اللي احنا عارفينه مع بوستوجلو. تشيلسي بقى ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد خلع عبايه المدرب الهولندي اللي ما كانش يعرف حاجه عن التدريب، وانا قلت ان الراجل ده مش هيكمل ليناير، لكن الحمد لله اداره مانشستر يونايتد حلفت بالله ان الراجل ده ما هيقعد ماتش كمان، وفعلا بيمشي. ومانشستر يونايتد بيلعب في الكاس مع ليستر وبيدي ليستر 5. فان نيستلروي تحس ان هو ايه، معاه العصايه السحريه. بيلعب تشيلسي على ارضه، لكن تشيلسي الفتره الاخيره ابتدى واحده واحده يجيب اداء في الملعب، كل لعيب في مكانه، اللعيبه محافظه على مراكزها. الراجل قال لهم الصفقات اللي انتوا جايبينها دي بيقول لهم اشربوا ميتها، انا هدرب 25 لعيب 19 لعيب 23 لعيب، المهم ان انا اللي هيلعب معايا 15 16 بالكتير. وده اللي خلى اداء لتشيلسي وخلى لهم مركز في الدوري. تشيلسي بيلاعب مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد الفرق بتروح له على ارضه تاخد ال3 بونت وتروح. فهو الماتش ده فان نيستلروي كان عايز يبدا يسجل ان انا مدرب وعندي فرقه تقدر ان انا على ملعبها اسيطر واسجل واكسب بكل سهوله حتى لو بلاعب تشيلسي. مانشستر يونايتد كان شكله احلى. كاسيميرو يا راجل يا مؤمن عمل كميه تدخلات صحيحه انا ما شفتهاش مع تين هاج. انت كنت مشخصنها مع تين هاج يا كاسيميرو، مش معقوله الاداء الوحش ده كله يجي في ماتشين الاقي الاداء العظيم ده كله. كاسيميرو لعيب كبير وظهر، تحس ان تين هاج كان بيضربه بالنار بيكهربه، ما تعرفش ايه اللي كان بيحصل. وانا بقول ان الله يكون في عون اموريوم المدرب الجديد اللي جاي من لشبونه.
الراجل ده هيحتاج يشتغل كتير قوي على الفرقه ويشتغل كتير قوي على الافراد والتكتيك، لكن مانشستر يونايتد هيفضل مانشستر يونايتد، الاسم الكبير اللي بيخاف منه اي حد. مانشستر يونايتد بيتقدم من ضربه جزاء لبرونو بعد الاداء الكويس واللي ظهر جدا ان مانشستر يونايتد ليه شخصيه في الملعب، لكن تشيلسي بيقدر يرجع من كايسيدو اللي بيكمل في منطقه الجزاء وبيحط شوطه في الدقيقه ممتازه جدا، وبينتهي الماتش 1-1. لكن الفرقتين كانوا قلقانين من بعض، تحس ان تشيلسي قال لك يا عم انا مرضي كده، خدت النقطه وسلام عليكم، ومانشستر يونايتد قال لك الحمد لله ما خسرتش من تشيلسي، اهو اي فريق يجي على ارضي وما يخسرنيش. انما بقى مفاجاه الدوري السنه دي هو المعلم نونو سانتو، باشا نونو سانتو. الراجل دخل التوب 4 بفريق نوتنجهام فورست، اقوى تاني دفاع في الدوري، دخل فيه 7 تجوال بس، الفريق الوحيد اللي قدر يخسر المتصدر ليفربول. وكل جمله هقول لكم انا المتصدر علشان لما انزل تحت محدش يعرف يذلني. لكن الراجل ده فعلا لازم نقول له شابوه على اللي انت بتعمله. فرقه جايب وود مهاجم وجايب لعيبه ما تعرفش عنها حاجه بيأدي بيهم اداء عملاق. الراجل بيبقى في المركز الثالث وتحتيه تشيلسي وارسنال اللي بقى ترتيبه الخامس، يعني نوتنجهام فورست في التوب 4 وارسنال بره التوب 4. الراجل نونو سانتو ده مدرب كبير وبيعرف يكسب الماتشات وبيعرف ياخد اللي هو عايزه من كل ماتش بيدخله. انا متوقع ان نونو سانتو مش هيكمل كتير في التوب 4، بس الراجل ضمن ان فريقه مكمل في الدوري مرتاح جدا. ليه؟ لان السنه اللي فاتت نوتنجهام فورست ده كان بينافس على الهبوط لاخر جوله في الدوري، يعني الراجل ده عمل من الفسيخ شربات. واظن ان الدوري الانجليزي بعد الجوله العاشره بيبان ان هو هيكون تنافسيا قوي جدا وعالي جدا. ارسنال هيحاول يجيب فورمه، ليفربول هيحاول يكمل على اداؤه ده، والسيتي ان شاء الله باذن الله يقرع مش هتاخد الدوري ومش هتكمل في التنافس. وانت مش عارف الفرق بتقع لك عشان تفضل انت تاني الدوري تالت الدوري، لكن ان شاء الله انت هتخلص بره التوب 4. انا مش عارف هتعملها ازاي بس ان شاء الله هتخلص بره التوب 4. وبكده اكون قلت لكم كل التفاصيل اللي حصلت في الاسبوع العاشر من الدوري الانجليزي. بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.